إيمان العاصي ديت جاية شايفة نفسها شوية، جاية عايشة الدور وبتاع وكلام من ده. فا إيه رأيك نديها بقى ونقعد إيه نقسم عليها شوية؟ ماشي؟ اديها يا معلم أنا معاك. ماشي، يعني هتلاقيني كده هوب اخش في ظهري، انت تديها هتلاقيني في ظهرك، كلام من ده كده. بس عشان مش عارف كنت قاعد كده بسرح شعري، مش عارف بتبص كده شايفه نفسها من الاخر. هي تقيله يعني كلامها خفيف كده يعني. الله اعلم بقى، ما اعرفش حتى بقى كويسه ولا وحشه نديها. بعدين دي فاكره نفسها نجمه وبتاع، ما حدش يعرفها يعني، فناولها. باراكوتا جاب الضيف وذبح له القطه، خد بالك خد بالك. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا كابتن؟ كل سنه وانت طيب. انت بصح سام، نجم نادي الاهلي السابق وحرس الحدود السابق والاتصالات السابق وحاليا الشمس. الله 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 الله. الشمس ايه يا عم ده؟ الجونه. 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 ليه بتقولي الشمس؟ يعني مش عارفه حاجه. لا معلش مش عارفه، انا اصلا متابعه الاهلي بس. مش عارفه اهلي بس. سوري يا شيتو. بتحبي مين في الاهلي؟ ايه؟ بتحبي مين في الاهلي؟ بحبك طبعا. بس انا مش هسمع حاجه تانية، كفايه قوي ان انا اسمع كده. وائل لما كان بيلعب في الاهلي تفتكري ولا ما تفتكريش؟ كان مزعلني بصراحه جدا يعني. ليه؟ ما اعرفش بقى، جوزيه كان على طول مقعده في احتياطي. سخنان عليك من الاول. مش عارف. طيب عامه شيتوس، الفن بالنسبه لك ايه؟ حاجه بسلي بيها نفسي في وقت الفراغ. يعني انت عندك وقت فراغ كتير. انا عندي وقت فراغ كتير عشان قاعد على الدكه على طول. يعني هو بالنسبه لك وقت فراغ؟ وقت فراغ بس. لا مش هدف يعني، الهدف بتاعي الكوره معروف. كوره. انا التمثيل بالنسبه لي يعني ما اقدرش اقول مثلا في فنان معين او فنانه معينه يعني اللي هم مثلا شيتوس ينزل فيلم يجري بسرعه علشان يلحق يروح. لا اكيد عادل امام طبعا يعني. اساسي يعني. بس كلنا بنحب الاستاذ عادل. طبعا الزعيم بتاعنا. ايمان كممثله كويس، بس يعني محطوطه في خانه، يعني محطوطه في حته معينه بس كده. ايه الحته ديت؟ يعني ايه محطوطه ايه، على الرف يعني ولا لا مش فاهم يعني؟ انا عايز اعرف. لا يعني اقول ايه، تمثيليات. انت مالك مؤدب كده ليه النهارده؟ مش هوايدك ولسه لما الحلقه تسخن شويه اسخن. طيب عامه انا هسخنها لك بقى يا سيدي بقى. عامه احنا معانا اول فقره يا جماعه، في صحفي رياضي. بركات هنا مسخناتي مولعها نار، بركات هنا مسخناتي مولعها نار، خد بالك خد بالك. السؤال الاول، صاحب لقب الثعلب الصغير، خالد الغندور، حازم امام، طارق السعيد؟ لا خالد الغندور طبعا. خالد الغندور طبعا. صاحب لقب ايه؟ الثعلب الصغير. خالد الغندور؟ ازاي؟ خالد الغندور طبعا. يا راجل انت بجد بتتكلم بجد ولا بتهزر ولا ايه؟ لا بتكلم بجد. هزر ليه يا عم؟ الراجل بيقول لك الشهر اللي فات واخد مش عارف من 34 صحفي. ايوه خالد الغندور. ده مين اللي اداها لك؟ لا هو الناس اللي اطلقوها. هو اصلا قال مره في خالد الغندور طبعا. لا الثعلب الصغير حازم امام طبعا. ازاي بقى؟ لان الثعلب الكبير حماده امام والثعلب الصغير حازم امام، معروفه يعني. كابتن حماده امام الثعلب كان الثعلب لما نسمع الثعلب الصغير، ما اي حد هيسموه ثعلب صغير. ايمان انت ليكي في الكوره؟ طبعا. يعني ليكي درايه بالثعلب الصغير والالقاب؟ طبعا. لا طبعا. الثعلب الصغير حازم امام. عايزين تعدوا حماده امام وتطلعوا حد تصيطوه الثعلب الكبير. عايزين تطلعوا حد تصيطوه في البرنامج. لا يصيطوني، انا حصل على جايزه مش محتاج ان انا عايز تصيط. مش محتاج ان انا على اتصيط. فكره عصبي جدا، انا ما اعرفش كده. لا ده ما اقولكيش اما لا والله عصبي جدا. لا والله مش عصبي، بس في حاجه كل واحد مقتنع بوجهه نظره. مش وجهه نظر، امال ايه؟ دي معلومه. طبعا. عامة يا جماعة عايز اقول لكم حاجة. طب معلومة غلط. وجهة نظر ممكن ما دي مش وجهة نظر، دي انا ما بقولش. ايوه معلومة غلط. بقول معلومة غلط. بقول معلومة انت بتقولها غلط وهي ما بتفهمش حاجة في الكورة. المعلومة اللي هو الإجابة اللي هو قالها غلط. هو اللي بيقول، انا ما بقولش. الإجابة اللي هو قالها غلط، عايز تعدي بالموضوع عديه، انما الإجابة دي غلط بس. طيب هو وجهة نظر ان الإجابة غلط. طب ازاي؟ طب والناس مش من حقها تعرف الصح؟ ما هو معروف ان هو خالد الغندور. طيب. بس هو مش انت مقتنع ان هو خالد الغندور؟ طب يعني الكابتن الزئبقي بيقول كده يا جماعه. لا يا جماعه الكابتن الزئبقي دوت يعني كلامه مش انزل يعني، بس هو بتتكلم بجد؟ انت مقتنع ان هو خالد الغندور؟ طبعا. ومع ذلك مش هزعلك يعني، هنخش على اللي بعده برضه. خش. اين كان يلعب محمد شوقي قبل عايز راي يعني بص قاطع علشان يعني شيتوس يعني. اين كان يلعب محمد شوقي قبل الانضمام للاهلي؟ الاتحاد السكندري، المصري، المنصور، المصري البورسعيدي. صح. كله زي الفل. انا اعرف ان هو بيلعب في المصري. لا صح كده. وما جبناش سيره ثعالب. صح.
كان في حته تانية؟ لا انا معايا في المصري. طبعا مصري. شكلك بتفهمي في الكوره جامد قوي. عشان كده السؤال الجاي ده ليك انت. يا ماما قول. نشوف. متى استضافت مصر بطوله الامم الافريقيه؟ استضافتها كتير يعني. اكيد. انما استضافت 2004 ولا 2006 ولا 2008؟ لا 2004. 2004. بسم الله ما شاء الله. كسبنا البطوله دهيت. استضافنا وكسبنا، وكان الجمهور هو السبب الرئيسي ان احنا كسبنا البطوله دهيت، وكل ماتش دايما ده اللي بيحصل يعني. ايه يا حسين؟ مظبوط، كلام مظبوط طبعا. كلام مظبوط طبعا. طبل ايه ده لا اكيد طبيل. بيهزر صح؟ والله عمال يطبل. الحاجات دي طبل في تتشال ولا ايه؟ انت بتقول من شويه وانت جايين صيطوني هنا، انا مش محتاج ان انا اتصيط ولا اي حاجه. 2004 2004 طبعا انا كنت في الاستاد. معلش يا جماعه. 2004 كانت في الاستاد؟ معلش. قعدت سنتين مستنيه البطوله بتاعت 2006. قعدت سنتين في الاستاد. ممكن اخد رايك؟ طبعا اقول لك. ايوه الراي مش رايي، تاخد اجابه مش راي. اديني اجابتك بسرعه. 2006 طبعا. 2006 انا معاك في الموضوع دوت. لان 2006 مين بقى هنا بيطبل بقى؟ لا انا 2006 انا لعبت البطوله. يبقى انت ما لعبتش بطوله 2004. يبقى انا ما لعبتش ايه؟ بطوله 2004. لا انا بصراحه ما اسعدنيش الحظ بان انا العب 2004. ايه يا جماعه انتوا بتهزروا؟ انتوا لعيبه كوره بجد؟ والله احنا بنلعب كوره بس في اوقات فراغنا برضه. لا بجد بس حسين، هقول لك حاجه، انا كرويه جدا معلش. ومتعصبه حسين جدا صح، للاهلي صح. وبحبك جدا وبحب إزاي؟ الاهلي حلو. صحفي ازاي لا. يعني؟ ازاي حسين صح؟ طب لا يعني ازاي الاجابه دي وانت صحفي يعني؟ حلو. رد يا استاذ. انا 2004 ايوه. بيقول لك لو انت ما صحفي. تخلوش يشككك في نفسك. انا عارف ان هي 2004 كنت بروح الاستاد طبعا في الوقت ده. يعني انت كنت بتروح الاستاد يعني 2004؟ انت ما كنتش بتلعب في 2004 ما لعبتش في ولا لعبت في 2004 ولا لعبت في 2006. طب ايه لعبت بقى بس مع منتخب الناشئين والشباب بس. ما لعبتش منتخب مصر. لا، ما لعبتش ضميت منتخب بس مصر. الفتره الاخيره كان ماتش ودي ماتش وما ودي كده ما بالظبط. تبعوش. هو دايما بيحب انا طب ما انت يخسر. عارف كل حاجه اهو. ما بس أنا عارف طب كل انت حاجة طبعا. مصمم انها 2004 لا ليه؟ في 2004. انا بقول لك انا لعبت البطوله 2006 كانت في طب مصر. انت لعبت بطوله 2006 في بطوله في ما 2004 ينفعش. في طب بطولتين. انا افترض ان انت طب زي ما الاتنين كانوا بتقولي في مصر؟ ما ينفعش في بطولتين ورا بعض بطولتين. يبقوا في مصر. ما ينفعش. ما ينفعش بطولتين ورا بعض يبقوا في مصر. انا اصلا لو مش نفترض إن أنت مقتنعه تجيب- باجابه 2006 ان هي اصلا كان في مش بطوله مقتنع في أصلاً؟ 2006 حتى لو هو أصلاً. بيلعب في البطوله دي. يعني انا كمان غلط. بس انا مش هتشككني في نفسي، انا بص عندي ثقه في نفسي الحمد لله. تسال يا عم المخرج معاك معلوماتي في كلها. البتاع اللي انت حاطه ايوه يا عمرو والنبي حاجة غريبة انا يا جداً. عمرو نسال شويه. يا عمرو. اسال المخرج يا عم. المخرج مش كرم. المخرج بيقول لك 2004. المخرج كمان طب بيقول الحمد لله. هو ايه اللي يبقى أنا وأنت الناس دي غلط. واخده سنتين لا سنتين من حياتهم لا مش معقوله كلهم انا وانت غلط. 2004 من كتر التنقلات انت كويس. مش مركز مش فاكر. ما انا عشان بتنقل كل سنه فمش واخد بالي. عدي معلش. انا معدي. استاذ حسين احنا بنشكرك واحنا سعداء ميرسي بوجودك. يا حسين. يعني شكراً. حاجه تفرح ونتمنى لك كل خير. شكرا يا استاذ حسين. يا جماعه بعد الفقره دهيت فاصل وهنرجع لكم تاني. ارجوك. انا عايزه انسحب يا جماعه. انا عايز اسالك سؤال والله أنا عايزة أنسحب. يعني بجد صحفي استنى لا بجد عمرو انا عايزه امشي بجد. مالها دي؟ ما اعرفش. ايه مالك عايزه ايه مش تمشي ليه؟ مبسوطه ليه؟ مش عارفه. لا انا زعلتك ولا لا ما اعرفش. انا اول زعلتك؟ مره لا، اول مره مش مبسوطه خالص. اول مره اشوف واحده مش مبسوطه فاتحه بقها على الاخر. اجيب لك ايه؟ طب اجيب لك نعناع؟ لا مش عايزه ميرسي. ما انا عايزه ايه؟ بجد عايزه مش تمشي؟ مبسوطة؟ انا اصلا مش فاضيه عندي شغل. انت عارفه انت لو مشيتي والله تبقى عملتي مقروف فينا. فعلا. انا وهو حبايب من زمان وبتاع وكلام من ما ده. تمشوا انتوا. وبعدين انا حاسس ان انت قاعده عماله تدبي فيه كده. اتكلم على اغنيه ايه؟ خلينا احنا في المهم. ده بديبه. لا انت بتهزر طبعا. لا. انت ما بتعملش كده ده طبعا. بديبه. وديني طب ما ترمي لي بقى ارمي لي وتلاقي. يا عمرو استنى شوف يا ايناس. يا عم سيبك منها ايناس ايه وبتاع. يلا اديني ارمي لي. لا انا ما اعرفش عنك. استنى بس استنى بس ده بديبو ده بديبو وانا قلبي مشعلل في لهيبه في لهيبو وهو راح ولا جاش ولا كلمناش وهو راح ولا جاش ولا كلمناش وانا عيني يابا ما هسيبه وحياة امي ما حسيبه. تن تن تررررن يا عيني. تن تن تررررن يا سيدي. تن تن ترن تررن تررن تن تن تررررن بس خلاص. خلاص. ايه رايك في كلنا القفله نسمع. دي؟ لازم يا مان. بس خلاص دلوقتي بقت اشهر قفله بس خلاص دي. انا اتضايقت قوي من الاستاذ حسين ده الصحفي والله ليه العظيم. يا عم؟ معلومات غلط. يا ايناس واخد انا عايزه ايناس 34. الشواف لو سمحت يا جماعه. في حد يتكلم مع حد يقول له حلو طبل. ايناس الشواف. في حد يقول له طبل. انت كمان هتخبط في ايناس الشواف. حلو اسم ايناس الشواف. الشواف. انت الشواف، عارف فاكر الشواف الشواف؟ ديت مش جزيرة بتاع الشيطان. فيلم جزيرة يا عم. الشيطان. يلا يا اسمه جماعه ايه؟ خلينا معاهم. يلا بينا. بركة ولع ورجعنا لكم تاني ومعانا يا جماعه فقره 3 مهمه 2 جدا. 1 0. بس العبوا مع بعض. ومعانا فقره مهمه جدا اللي هي القضيه اللي هنناقشها يا جماعه. لازم بقى القضيه دهيت بقى نشوف حل فيها. ليه الاهلي والزمالك بيختاروا مدربين اجانب؟ عشان بيعملوا تصفيات كويسه قوي للعيبه.
يعني بيمشوا اللعيبه بيمشوا بيلفوا على بقيه النوادي كتير عشان عندهم فكر فظيع المدربين الاجانب زي جوزيه كده يعني. طب انت بصالي قوي كده، طب ما تبصي له بقى هو تقولي له لا هو خلاص هو خد ده يعني قبل كده. انت قصدك انت بترمي عليه؟ لا ما برميش عليه يعني. بترمي على مين؟ بيبقى عندهم فكر كده وبيعرفوا مين ينفع يطلع بالنادي سواء الاهلي او الزمالك كده يعني. شيتوس ليه الاهلي والزمالك بيجيبوا مدربين اجانب؟ عشان المدربين الاجانب ما عندهمش يعني حته العاطفيه في التعامل مع اللعيبه. بيبقى مصلحه المدرب دي رقم واحد، ما بيهتمش بمعنويات اللعيب عامله ازاي. فالادارات بتاعت الانديه الكبيره ديت بتوفر على نفسها كتير قوي، ما تحبش ان هي تدخل نفسها في متاهات يعني، فبتجيب مدربين اجانب. يعني معنى كده المدربين المصريين اللي في بقيه النوادي زي مثلا نادي الجونه او نادي الشمس ايه يعني؟ مش مدربين شاطرين يعني، او مش مدربين ايه اللي بيحكمهم يعني؟ مدربين شاطرين، بس هو عشان خاطر الانديه زي نادي الجونه ونادي الشمس ونادي الاتصالات والانديه ديت. الاتصالات، حرس الحدود، طلائع الجيش. اديني المايك سيبيني اتكلم. ايوه اديني المايك. نفسه يعني نفسي امسك المايك. اتفضل انا سامعاك. المدربين الانديه ديت ما فيهاش ضغط جماهيري او ضغط اعلامي كبير يسبب للمدرب مشاكل لو ما لعبش نجم عنده. سليم. انت فاهمني؟ سليم. بس طب انا بكل صراحه وبكل وضوح، انت نفسك تمثل؟ ان شاء الله همثل، ولما همثل هبقى نجم في التمثيل ومش هشغلها معايا. وانا مش هشتغل معاك. ده انت واثق قوي. فيلن قوي. يعني قصدك ان انت لو مثلت تفرمها. يفرمني ليه؟ هو هياخد ادواري؟ مش هنخش في المقارنه اساسا، ما تدخلنيش في المقارنه. يا حبيبي انت راجل وانا بنت، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ مفيش مقارنه. ايه البليانه اللي مالهاش علاقه؟ لما يعرضوا عليا اسم الفنانه مش هوافق. لو طلعت هي. ليه؟ لان احنا بره كويسين قوي مع بعض، دخلنا هنا عماله تقطع الشمس. انا ما قطعتش. الجونه انت يعني ايه المشكله يعني ان انا مش عارفه إيه؟ الشمس ولا الجونه انت بتلعب في ايه؟ عارفه لما كنت بتلعب بيبان على فكره، بيبان لو انت مش عارفه. وبعدين انت سبتيني في حالي وانا بلعب في الاهلي، ما انت شرحتيني وانا بلعب في الاهلي برضه. ما انا اتكلمت انا بص انا ما اعرفش انافق على فكره يعني، يمكن ده اللي بيزعل ناس كتير مني. لا ما تنافقيش، بس مش لازم، مش عايزه اطبل زي ما انت قلت ان هو بيطبل لي حسين. مادي الاخ مادي يعني في اول حلقه بتقول اخ مادي. لا عادي، انا كنت بقولها هو اللي قال مادي على فكره، وانا عقبت على كلامه. انا عارف ان انت النقطه دي بالذات مش عايز تتكلم فيها، وانت قصدك ايه؟ هو فعلا مادي وانا مش غلطانه. لا انا بقول ان النقطه دي بالذات مش عايز ارد واتكلم فيها، لان انا عارف ان النقطه دي في حد ذاتها تنرفزه قوي، فانا عارف ان دوت يعني لسانه ممكن يكون فالت شويه، هو مش عايز يتكلم. فالت من ناحيه ايه؟ مش فاهم. ممكن يعمل ايه يعني؟ بركات انت عندك اسئله؟ عندك اسئله ثانيه؟ ممكن تعمل ايه تفتكر؟ يعني دي واحده زهقانه ان هي قاعده معانا ومتضايقه وعماله تنادي على المعده وعماله مخنوقه مني. مبسوطه انك قاعده مع بركات وشيتوس. انت قاعده مع بركات وشيتوس مش مع بركات بس. لا طبعا شيتوس على راسي وانت كمان على راسي والله. خلاص انتوا الاثنين دلوقتي على روس بعض. طب ما حلو قوي. على روس بعض. لا يعني انا بحترم الناس، بعرف احترم الناس، بعرف اقدر الناس ايا كان هم بيشتغلوا ايه ولا بيشتغلوا فين ولا بيعملوا ايه في حياتهم. بس لما الاقي الناس دبل فيس فخلاص. شيتوس بكل امانه انت متابع ايمان في اعمالها؟ متابعها في اعمالها. انا عارفه اللي بعد كده هيقول. انت كذاب. خلاص. لا مش كذاب. لا كذاب. الضحكه اللي انت بص الابتسامه اللي بتبتسمها ديت. لا متابعها. لا عادي، هو يقول لك مش ما بتعجبنيش، شايفها ممثله محدوده. ما هو قال الكلام ده كله من الاول. يا عم وانا ناقد سينمائي بقى تعملي اللي انت عايز تعمله. لا انا بكلمك كمشاهد، انا ماليش مش بتابع يعني، مش بستناش اعمالها انا عشان اتابعها. يعني قاعد في ماسك الريموت بقلب لقيتها بتفرج، ما لقيتهاش خلاص عادي. مش ناقد سينمائي، انت جمهور مع حق الجمهور يقول. الناس واقفه دي ما تعرفش كمان عملت حاجه كويسه. ده انت عادي يعني، مش قصه بالنسبه لي يعني. خلاص يا جماعه فاصل وهنرجع لكم تاني. لا بجد ده اوفر يعني، بجد انت اوفر وحياة ربنا. انت اوفر يلا ولا شوطه؟ انت دمكم شربات بسم الله ما شاء الله. لا بص انا هقول لك على حاجه والله العظيم. بصي انت بجد يعني الواد ده اختي الصغيره، بس ما ينفعش يعني انا ساكت وحاطط. لا اولا انا مش اختك الصغيره مبدئيا خلاص يعني. الكلمه دي الناس طالعه بيقولوا لطاف يعني، بس لا خلاص انت لعيب كوره وانا فنانه. يعني ايه يعني انت ايه ده؟ انت وائل رياض وانا ايمان العاصي. ايوه يعني في فرق يعني. بس انت حطيتي وائل رياض الاول يعني. هو الراجل قال لك ايمان العاصي قبل وائل رياض. ايه بقى؟ قال لك اختي. هو الراجل ما قالش اكتر من كده. لا اخته منين؟ اسمه وائل رياض ما اسموش وائل العاصي. على فكره يعني انا كنت من مشجعيها وكنت من جمهورها. بس ده بص ده مستحيل اتفرج على حاجه ليها تاني. مستحيل. مستحيل. طب لو فتحت التلفزيون صدفه لقيتها في وشك مش هيقدر يقاوم. مش انا بص
ايديا يعني بص هقلب على انا يا طول. رب افتح التلفزيون واشوفك بس. مش هتشوفيني، انا ما بيتزعليش ماتشات. هيتزعلك ليه؟ بس كل ده في الفاصل هتمشي الجمهور. كل ده في الفاصل كان هيبقى فيه. طب وانت يعني بتتكسف؟ طب انا موافقه تقولي الكلام ده على فكره، انا خلاص مش ماشيه وانا قاعده ومش يا بنتي انا ذوق، اعرف ازاي اقول ايه اللي لا على فكره الجمهور هيحكم عليك من الحلقه دي. لا الجمهور هيحكم عليك انت، لان لا الجمهور والله عارفني. لا الجمهور عارفني. انت جمهورك قد ايه اساسا؟ خش خش على الانترنت وشوف جمهوري قد ايه. الانترنت تاني يلا. طب بس بقول لك ايه، ما انت طب دخولي على الانترنت مين اللي هيحاسبني عليه؟ مين هيدفع لي فاتوره؟ انا عايز اقول لك حاجه، انت مش بتقول جبت البتاع دوت اللي ما اعرفش ايه الكلام الكبير اللي انت قلته ده؟ اليو اس بي ده. ايوه اليو اس بي ده. طب ما تدخل بيه يا عم. قال لك جوزيه مشاه، قال لك ان هو لا طب خش وانت جايبه يعني مش عايز تدفع. وبعدين هي مش بتقول لك انت غني خش الكلام. حد حفظك الكلمتين انت قلتهم دول؟ حد حفظك؟ لو حد حفظني زي ما حد حفظك الشمس وقعدوا يقولوا له الشمس. والله العظيم ما حد قال لي الشمس. سبحان الله. مش عارف ليه كده ليه؟ الشخصيه احنا فاصل كتير قوي، احنا طالعين من اكتوبر. بتشرب ميه. خش على الفاصل يا عم. انا عايز اشرب ميه بعد. لا جبتوا حاجه ولا عصير ولا قاعد برنامج ايه في يا عطشان؟ منديل اي حاجه. طب عمرو هم الناس عايزه ميه وعايزين نمشي وعايزه تمشي. ارجوك يا عمرو خلاص انا اسف. انا للكلام ده. حقك علي انا اسف. بلاش ميه، امشي يا ميه. وحشه الميه. هو المخرج بيقول لك ما تجيبلوش ميه؟ قال لك معلش علشان مش عارف كان يومين. الظاهر الميه هنا بفلوس برضه ولا ايه؟ يا جماعه ده الراجل ده دافع في اليو اس بي، حرام عليكم. تبرعوا. بموت فيك يا عمرو والله، ربنا يخليك لينا يا رب. يلا بينا يا عمرو. ما هو بص كل الممثلين يطبلوا المخرجين عشان ايه؟ العمليه تمشي. ده عمال يغلط والله العظيم. بس المخرجين انت فاكر والله يا ابني اسمع مني، انت فاكر كل الممثلين يطبلوا للمخرجين عشان منصور؟ لا ما اعرفش. بركاتها نار، خد بالك خد بالك. ورجعنا لكم تاني. الفقره يا جماعه الاخيره معانا فقره ايمان اكيد هتشاركينا فيها قوي يعني، لان احنا معانا موهبه. الموهبه دهيت يعني ممكن تكون بتمثل، ممكن تكون بتغني. فطبعا بما انك فنانه فيهمنا رايك قوي. طبعا انا وشيتوس اكيد برضو هنقول راينا المتواضع. لا ده انا هقول رايي لان هي قالت رايها في التقرير الفني اللي اتقال، الرياضي اللي اتقال. انا هبقى مبسوطه جدا لو سمعت رايك. هقول رايي عشان اعرف الواحد معانا موهبه. مين؟ احمد. اتفضل يا ابو حميد. هنسمع حاجه وهنشوف حاجه واحنا اللي هنحكم. اوكي كابتن. انا هغني حاجه لعمرو دياب. حلو. اغنيه حبيبي يا عمري. حلو. حبيبي يا عمر انا كل جراح، لو كنت حبيبك سيبنا ارتاح. حبيبي ولا على باله شوقي إليه، ولا شاغل بالا نادي عليه، ولياليك كتير بفكر فيك وبحن إليك ولا داري. الله على داري اللي انت ختمت بيها دهيت. ده حاجه حلوه قوي. داري ديت ايه رايك يا شيتوس؟ تعرف تمثل بقى؟ الله ايه ده؟ انا شايفك عرقت وشك احمر بعد بس هو شايف ان هو صوته حلو. شيتوس كان من شويه بيقول لي فوق. لا بجد يا شيتوس ايه رايك؟ لا صوته جميل ما شاء الله. لا ما شاء الله عليك صوته جميل. ده حاجه تحفه. واكيد رايكم ده يعني على عيني وعلى راسي هيبقى اضافه ليا ان شاء الله قدام يعني في الحفلات اللي جايه. حفلات ان شاء الله هتعمل حفلات؟ حفلات. هيعمل حفلات. ايه المشكله في كده يا كابتن يعني؟ لا ان شاء الله مارينا ربنا يكرمك ان شاء الله. واتمنى ان انت تبقى واحد من جمهوري ان شاء الله يعني. في مارينا؟ لا ما وصلتش لسه المارينا يعني. حفلات على مستوى الجامعه وفي ساقية الصاوي كده. سياسة اقتصاد؟ لا ساقية الصاوي. ساقية الصاوي. سياسة اقتصاد اللي دخل. انت عمال تهزر ولا ايه؟ لا والله اصل هو لا بيغني برضه يعني، فهو كل ما تيجي موهبه جديده تطلع ما شاء الله كويسه. لا احنا هنشوف. بيبقى هيموت عشان الفرصه تروح. احنا هنشوف مشهد. ايوه مين؟ ايوه يا عمو. ايوه عايز ايه يا حبيبي؟ انا جاي اتقدم لمنى سعاد. قصدي نرمين. طب اتفضل اقعد. ايوه والباشا بيشتغل ايه؟ لا انا بغني. طب ممكن تسمعنا حاجه؟ هسمعك. قادر وتعملها وتنسى هواك، على عمري ضيعته على الايام. ايه الصوت ده؟ انت بتغني لمين يا ابني؟ ده الرائع كبير محمد محي ابو العلا. محمد محي. وانت يا ابني معاك ايه؟ 128 بيضه. بس كده. لا الله ده حاجه. ده بص هو خدي بالك ايه
هو دخل فيها حته كوميديا معاك ايه 128 ما اعرفش ايه، وفي حته اللي هو دخل ايه التمثيل اللي بيمثله دخله في بص غنى. اهم حاجه في الممثل او المطرب الكاريزما، هو ما شاء الله عنده كاريزما حلوه قوي بجد. ربنا يخليك يا استاذ. ده حاجه فباذن الله ربنا يكرمك. ربنا يخليك بس اقول لك ركز في الغنى اكتر. تمام. يعني انا شايفه كده بصراحه. انا برضو كذا حد قال لي كده. ركز في الغنى اكتر، صوتك هايل، بس انت اشتغل على صوتك كويس ان شاء الله. استنى عشان هنا في تعليق، هنا في حاجه عايزه تتقال. شيتوس نفسيته لطيفه قوي. لا هو كويس يعني انا شايفه كويس. غنى ولا انت شايفه كفنان كويس صح؟ وايه شايفاه كمطرب كويس؟ انا شايفه كممثل لان هو يعني دخل حاجات، دخل غنى في التمثيل. يعني انا عجبني اكتر. طب انا عايز اسال سؤال بعيد عن طب اقول لك حاجه، انا بحب رامز كلاعب باسكت. طيب عامه ميرسي قوي يا ابو حميد. ايه ده انت متشكرين قوي وربنا يوفقك. وانا عامه من فضلك فاصل. انا بص انا رايي دايما بيبقى هو طب بركات من فضلك فاصل يعني. لا بجد حرام عليك. ماشي طيب ميرسي قوي. لا معلش بجد فاصل. بجد والله ما تزعلش. عادي على فكره انت هايل يا اخي خليها وشغل على نفسك. يعني انا في الاول ما كنتش ما تشتغلونيش ما تلبسونيش ان انا قلت له حاجه، ما قلتلوش حاجه، قلت له كثف من تمريناتك. يعني انت تقول له روح العب باسكت؟ ايه ده؟ قلت له هقول لك حاجه يعني انت يعني انا اقول لك مثلا سيبك من الكوره وانت اصلا فاشل في الكوره وانت مقتنع ان انت لعيب كوره شاطر. هو برضه شايف نفسيا البني ادم حرام يعني، ده شاب لسه صغير. هو شايف في نفسه حاجه كويسه ليه؟ طب من فضلك ما تخلوش يمشي. قول له استاذ عمرو ما يخلوش يمشي، انا عايزاه بعد ما اخلص. بعد اذنك يا استاذ عمرو معلش. يا اخي ده انت لعيب سله بس صوته عالمي. في ايه؟ لا صوته حلو، غنى اغنيتين كمان جامدين جدا. بس بصراحه هو ادانا الاولانيه كانت، لا الاولانيه جت فظيعه اقسم بالله. بص واحد مزنوق في حيطه عمال يديك بالاقلام والله العظيم وانا مش مصدق. هو ضايع على فكره انت لا صوته عالمي معدي. وبعدين المشهد اللي مثله دخل فيه غنى. المشهد ده دخل فيه لازم حته موسيقيه في النص قادر وتعملها وبتاع. تنساها يا جماعه يلا عشان هفطس من الحر. لا والله العظيم يا بركات. يلا والنبي هنا ما بقاش فيه اكسجين خالص. انا عمري في حياتي ما صورت حلقه زي دي. حقك عليك. عمري. وانا عمري شفتك في برنامج اصلا. الله ايه ده فظيع. عمري ما شفتك في برنامج. عمري ما شفته في برنامج ولا حتى برنامج رياضي بجد. بعد لا بجد ما عندهاش قناه رياضيه على فكره، بقت ببلاش اذا مش عارف. مين بقى اللي مادي؟ يعني القنوات ام فلوس ما بتجيبهاش عندها. مش انت قلت ان انا اللي اغنى؟ طبعا انت اغنى. طيب يبقى طبعا. اي قناه عندي. طبعا انت اغنى. هموت من الحر، مفيش اكسجين عندكم بجد. انا كنت متعوده على التكييفات، هي عمرها ما قعدت في حر كده. في البيت تكييف وفي العربيه تكييف في كل حته. يا حرام. مرفه جدا. محتاج حاجه معروف عنها يعني بره في الوسط يعني. انا ليا اصحاب كتير في الوسط بيحكوا لي يعني. طيب يا جماعه في الوسط؟ طب ابقى اختار له الناس بعد كده. يا جماعه طب يعني احنا حابين نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم. وشيتوس ما كانش ينفع يعدي رمضان دوت من غير ما تكون انت معايا بالذات. ربنا يخليك. لان انا انت عارف بحبك قوي. فاحنا قلنا نجيبك ونرخم عليك شويه ونغلس عليك شويه علشان انت اراجوز. انتوا قاصدين كل ده قاصدين. طبعا. خد بالك